لو في راجل دلوقتي فقد كل حواسه، تخيل هيحصل له ايه؟ من اول ما اتولدنا واحنا عارفين ان عندنا 5 حواس: الشم، التذوق، النظر. يعني الغطاسه بتاعت امك دي. بس هل ده فعلا كل الحواس، ولا جسمنا عنده طرق غريبة عشان خاطر يكتشف بيها العالم؟ في الفيديو ده هنفك شفرة الإحساس داخل جسم الإنسان. فلو عايز تعرف ازاي جسمك بيترجم العالم اللي حواليك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان اللي جاي أقرب من الخيال. قبل ما نفهم يعني ايه إحساس، المفروض نعرف الإحساس ده مهم ليه أصلا. الإحساس هو الوسيلة اللي المخ بيستخدمها عشان يترجم العالم اللي حواليه ويفهمه. اي حاجه بتحصل قدامك، صوت، ضوء، ريحه، شم، دي كلها اشارات بتدخل جسمك والمخ بيترجمها وبيقرر ازاي يتصرف وقتها. يعني الاحساس هو اللي بيتبني عليه كل رد فعل انت بتعمله. دلوقتي تخيل ان الاحساس ده نقص او بقى فيه لخبطه، زي انك تفقد واحد من الحواس مثلا. طبيعي جدا ان رد فعلك او سلوكك هيختلف، لانك ببساطه مش حاسس بالعالم زي قبل كده. عشان الجسم يحس اصلا بيعدي بعده مراحل عشان خاطر يوصل للمخ. في البداية أي حاجة حواليك بتأثر فيك بشكل أو بالتالي يعتبر مؤثر خارجي. المؤثرات دي بتحفز حاجات موجودة في جسمك كله، اسمها مستقبلات حسية. المستقبلات دي عاملة زي أجهزة استشعار صغيرة، كل واحدة متخصصة في نوع معين من الألم. واحدة لللمس، واحدة للحرارة، واحدة للألم، وهكذا. أول ما المستقبلات دي ما بتلقط إشارة، بتبدأ تبعتها في شكل إشارات عصبية ماشية جوه الأعصاب. الأعصاب دي ممكن نعتبرها زي أسلاك، تنقل الرسالة بسرعة رهيبة لحد ما توصل للمخ. المخ هنا بيبدأ يستقبل الإشارات دي ويبدأ يفسرها ويتصرف بناء عليها. دي ممكن نعتبرها رحلة الإحساس داخل جسمنا. والإحساس ممكن نقسمه لنوعين كبار: إحساس متخصص وإحساس عام. والإحساس المتخصص دي بتبقى منطقة محددة وكاملة في المخ مسؤولة عنها، زي النظر والسمع. والإحساس العام ده زي الإحساس باللمس ودرجة الحرارة والإحساس بالألم داخل أعضائك الداخلية. كل ده بيوصل للمخ عشان يفهمه ويتعامل معاه. السؤال بقى هنا، هل الحواس ال5 هي اللي كل جسمك بيحس بيها؟ الإجابة الصادمة لأ. جسمك فيه مستقبلات تانية للإحساس محدش واخد باله منها، زي إحساس بالتوازن، والإحساس الداخلي بوضع الجسم، والإحساس بالاهتزاز والحرارة. دول كلهم أنواع مختلفة من الإحساس. تخيل بقى لو قطعنا كل أنواع الإحساس ده عن الجسم، هيحصل إيه؟